السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة الفيديو هيكون طويل شوية عشان احنا هنشرح أكثر من 10 مواقع. أولهم جوجل سكولر، وآخرهم لينكد إن. طبعا كل المواقع يعتبر معروفة، بس احنا حابين إن احنا نعرفها للناس أكتر، بحيث إن لو أنت مثلا طالب جامعي أو خلاص هتتخرج، فالفيديو ده ليك انت. هقول لك على اهم المواقع اللي هم في العشرة او حتى 11 كلهم، وهنشرح ايه هم واللينكات بتاعتهم هتكون في الوصف باذن الله. وكلها يعني هتساعدك في الدراسة، في الابحاث، في الشغل، في السيرة الذاتية، في التطوير الشخصي. فيلا بينا نبدأ مع اول موقع اللي هو جوجل سكولر. ده يعني موقع للأبحاث، يعني أنت بتدور على أبحاث، مراجع علمية، بيديك مصادر موثوقة مثلا لأي بحث أنت ما طالبينه منك. بتبحث عن حاجة معينة، وبيجيب لك اللي هو أنت عايز مثلا بحث معين، مرجع علمي عايز تدور عليه. بمجرد ما تبحث مثلا عن تاريخ أي حاجة، مثلا طب مثلا، خلينا نبحث كده. الطب الشخصي، بيانات الطب والإسلام، تطور الطب الإسلامي وأثره في الطب الحديث، الفنون في الطب، اتجاهات الأفراد نحو الطب الشعبي، الطب السردي. تمام، خلينا نخش على تاني موقع معانا اللي هو جرامرلي أو جرامرلي، مش عارف انطقه صراحة. جرامرلي ايا كان. جرامرلي ده لو انت بتكتب اي بحث او تقرير، الموقع ده بيصحح لك بالانجليزي كله. يعني انت فكرة انجليزي بس، بيصححه لك من حيث الجرامر، من حيث الاخطاء اللي هي بتبقى في القواعد، في قواعد الانجليزي، في الحاجات دي يعني. هو بيصححها لك. لو انت مثلا في حتى خطط بتدفع لها $12 وخطط فري وكل حاجة يعني في للجرامرلي من أشهر المواقع، ومن أول تطبيق مشهور برضو. تقدر تحمله من جوجل بلاي ستور أو أب ستور لو أنت آيفون، أي أو إس أو أي أندرويد. طيب نخش في ثالث موقع معنا اللي هو كانفا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. آه موقع بيفيد مثلا في بوسترات، فتصمم حاجة. لو هتعمله على البي سي يبقى جامد معاك، يبقى نجربه وننزله برضه على البي سي. بيصمم لك سي في للريزمي، في قوالب لكل حاجة يعني. وفي كانفا برو بيبقى فارق معاك شوية، كانفا فور بيزنس للأعمال. وكان كانفا المجاني، يعني بحيث ان هو بيساعدك في حاجات آه، ك كمثلا اهو زي ما انتم شايفين، نوع من الريزمي، نوع من السي في، نوع من شهادات تقدير، من حاجات كتير يعني بالنسبة لكانفا. ومشهور جدا وكله عارفه، وبيعتمدوا في حاجات كتير. نخش في طبعا يا شباب، انتم ملاحظين ان انا مش بشرح كعملي في الموقع نفسه، يعني اعمل حاجة معينة عشان نشوف كذا. انا ما اقدرش اعمل كده، لان الفيديو هيبقى طويل وهيعدي ممكن ربع ساعة، تلت ساعة قبل ما اخلص ده كله. فرابع موقع معانا نوشن يعني ده بينظم لك المذاكرة، ملاحظات، خطة الترم مثلا او الجداول، في كل حاجة يعني في مكان واحد بس. ونوشن نوشن او نوشن اي اي، مش اول مرة اتكلم عنه، ونزلت الابليكيشن بتاعه قبل كده، والناس عرفت يعني، والناس عارفة. فده بالنسبة لرابع موقع معنا نوشن اي اي. كورسيرا او اي دي اكس. كورسيرا كورسات من جامعات عالمية بقى، مش بشهادات كمان تاخدها. حاجات بتفرق في السي في جامد يعني، او الريزمي بتاعك. فاقترح على الناس ان هم يهتموا بده. وفي في كورسيرا طبعا بتدفع
انت حتى جايب لي اصدار تجريبي مدة 7 ايام اسبوع يعني، وبعدين بتدفع $160 للسنة مع ضمان استرداد الاموال خلال 14 يوم. بس هو يعني موقع كويس جدا ومشهور، وانصح ان لو في حد عايز يتعلم كورسات مش لازم انه ياخدها برا مثلا في مكان تاني، هو يقدر يتعلم اونلاين، وهي معتمدة من جامعات يعني معروفة وجوجل، جامعات عالمية. كورسيرا حاجة كويسة جدا يعني. وفي خطط الأسعار بتاعتهم تحت اللي شايفها تحت، $160 سنوي، شهري $24، بس بتستفيد جدا منهم يعني. EDX اللي هو يعتبر سادس موقع معانا. كل اللينكات دي، كل المواقع دي هحطها لكم في ال description. طيب EDX تبع هارفارد، نفس اللي بيعمله هو كورسيرا، بس ده كورسات يعني كويسة جدا، مش عارف هو مش محمل معايا ليه، بس ايه، بسبب ان انا كنت فاتحه قبل كده وطلعت منه. فاقترح على الناس اللي هو موقع السادس اقصد، EDX. وممكن يتعلمك في الذكاء الاصطناعي، يعلمك في القيادة، مش عارف ايه، كمبيوتر بروجرامينج، الحاجات بتاع البرمجة الكمبيوتر. آه، بقترح بشدة ان الناس تتابع الموقع ده وتشوف ممكن تستفاد منه ازاي. سابع حاجة معانا، او سادس رقم، يوجليش. طبعا ده اتكلمت عنه قبل كده. لو مش عارف مثلا، مش عارف تنطق الكلمة صح في يوجليش في الانجليزي، الموقع ده ممكن يجيب لك نطقات في فيديوهات، يعني يجيب لك في فيديو لو عايز US UK استراليا، بيجيب لك النطق بتاعها الصحيح في الفيديوهات معينة على اليوتيوب مثلا أو أي حتة. تقول له أنا مش عارف أنطق كذا، لا بيجيب لك حد مثلا بينطقها، والكلام ده كله ده بالنسبة ليوجليش. نخش في السابع موقع معانا، اللي هو resume.io. لو خلاص الوقت جه انك انت تعمل CV او تعمل ريزومي، تعمل create my resume او upload my resume، كل ده الموقع ده هو جاهز يساعدك بخطوات يعني بسيطة، يعني هيساعدك في ال get hired، get noticed او get noticed، مش عارف انطقها صراحة، بس هي noticed حاجة زي كده، get promoted، get paid more، كل الحاجات دي. وريزمي.io مش بس هو بيساعدك في انك تعمل ريزمي، لا ده هو يعني زي اللي بيديك دفعة ان انت تتقبل في الشغل، في CV بتاعك يبقى يكون كويس، يظبط لك الحتة دي. انت بس تدوس على create my resume، ياخد معاك الخطوات كلها، وان شاء الله ايه، اعتقد ان هو هيساعدك في حاجات كتير. مش عارف اذا كان في دفع او ما فيش، بس اكيد في خطط دفع برضو. ده بالنسبة لResume.io، اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن ان شاء الله. بومو فوكس انا اتكلمت عنه قبل كده، بينظم الوقت المذاكرة، بيمنع منك التسويف، فكرة انك تسوف الحاجة بعدين، لا بكرة، لا بعد شوية، لا بعد الساعة 12، لا بعد ما انام، لا بعد ما اصحى، لا هو بيمنع تسويف وبينظم لك وقت مذاكرتك. طريقة برومودورو يعني هتساعد معاك في المذاكرة. بتدوس ستارت على 25 دقيقة، بيعد معاك، ترجع مثلا تاخد 5 دقايق، 10 دقايق بريك، كده بعد كده تكمل مذاكرتك تاني. بيبقى معاك يعني على طول، بحيث الوقت يبقى ايه محسوب، ما يضيعش منك كده خلاص، مذاكرش ساعة واثنين وثلاثة وخمسة وستة ورا 8 ساعات ورا بعض، ولا 7 ساعات أو 3 4 ساعات، وانت مش محصل حاجة ومفيش استيعاب، لا ده هو بيظبطها دي بحيث الوقت. تقنية البرومودورو دي أو طريقة البومودورو هي مهمة يعني.
الموقع اللي قبل الأخير معانا اللي هو كان أكاديمي أو خان أكاديمي، بس هي اتفضل بالإنجليزي كان أكاديمي. في مادة مش فاهمها، الموقع ده بيشرحها بإيه، بأسلوب بسيط، أي حاجة بأسلوب بسيط يعني. لو مش فاهم مادة معينة بيشرحها لك بشكل آه كويس وأسلوب بسيط جدا في موضوع لكل طالب. مش عارف إذا كان هو بيقتصر على المراحل التعليمية اللي للمدرسة، يعني مش الجامعات بس، أكيد في للجامعات أعتقد، يعني ما جربتش، بس هو ده اللي أنا عرفته عنه لما بحثت. تمام يا شباب. طيب آخر حاجة معانا اللي هي لينكد إن. ده الموقع اللي أنا مش محتاج إن أنا أحكي عنه، يعني ده مش مجرد موقع، ده بوابة عالم الشغل حرفيا. يعني بوابة بتخش فيها تلاقي شغل، عالم شغل بقى، ده عمل كذا وده ليه شهادات وده ليه إنجازات وده ليه معرفش عمل أنجز حاجة وده سوى وده عمل وده ناس محترفة يعني. فالمفروض لما تيجي تعمل بروفايل عليه تكون إيه تنزل بوستات عن كده، تبقى أنجزت حاجة. فاعمل حسابك مثلا، أو اعمل حساب قصدي، اعمل حساب على الموقع ده وظبط البروفايل بتاعك وزود مهاراتك. اتعلم حاجة جديدة، اتعلم في الجرافيك، في آه، اتعلم في التسويق، في الديجيتال ماركتينج، في البرمجة، في البروجرامينج، في الانجليزي، في اللغات، في ابواب كتيرة تتعلم منها. وبعدين تعرف الشركات اللي هي في مجالك اللي انت اتعلمته، واختار مجال واحد، ما تشتتش نفسك. بس لما تخلص حاجة اتعلم حاجة جديدة، يعني مش خلاص برمجة اتعلمت بايثون، اتعلمت سي بلس بلس، معرفش اتعلمت ايه وايه وايه، لا اروح سايب كده وراكن الموضوع مش شغال بيه، او ما ادورش على حاجة تطور من الحاجة اللي انا فيها وابقى محترف اكتر. لا انا ما انصحش بكده، لا انت دور على حاجة، دور على حاجة جديدة. شوف هتعلم ايه، اسأل تشات جي بي تي، ممكن يديك مواقع، يديك نصايح، يديك حاجات كتير. ممكن تسأل جيميناي، اي جروك اكس اللي هو بتاع اللي هو تويتر اللي عامله ايلون ماسك، فممكن تسأله في مليون حاجة هيفيدك بيها، ويقول لك اعمل كذا وسوي وظبط معرفش ايه، و هيبني لك طريق، هيعمل لك طريق كده تمشي عليه. يعني مثلا الاسبوع الاول كذا، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، ده كلام انا مجربه. الاسبوع الاول، اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، الشهر الكذا، انت سويت ايه، عملت ايه، انجزت ايه. هتحس بقيمة نفسك، وهتلاقي انك انت عملت حاجات كتير جديدة في حياتك. اضفت في السنة دي، انا 2025 عملت كذا، انا في 2026 عملت كذا، لما تيجي السنة الجاية ان شاء الله. الموقع دي لو استخدمتوها يا شباب بجد يعني هتفرق معاكم جدا قبل ما تتخرجوا. وهتخليك يعني جاهز للحياة بعد الجامعة، بس مش بس المذاكرة، اللي هي المواقع اللي أنا اتكلمت عنها دي. فقولوا لي في الكومنتات لو أي أكتر موقع ممكن شايفين إن هو هيفيدكم. وما تنسوش تسيبوا لنا لايك وسبسكرايب أو اشتراك في القناة، واستنوا الفيديو الجاي قريب بإذن الله. وشكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.